يا خير البشر. معنا اتصال. سلام عليكم. السلام عليكم. طيب في معنا اتصال عبر الهاتف. السلام عليكم. بعده حتكون معنا ريم صباح إن شاء الله. السلام عليكم. طيب أنا سامع صوت بس محدش برد. طيب مرة أخيرة. السلام عليكم. سامع صوت حد بيحكي بس مش سامعيني يبدو. طيب ناخد ضيفتنا، طولنا عليها وهي طولت علينا. ريم. السلام عليكم يا ريم. وعليكم السلام. صاحبة الصوت الملائكة وصلت يا جماعة. ريم صباح بعدين من انصراط، صح ولا لا؟ لا. من وين؟ لا هيك بس من غزة، من تل الزعتر. هيك أنا زعلت، هيك أنا فكرتك من عنا، بدي أتفاخر فيكي والله يا ريم. طيب شكرا. طيب شكرا إلك، وإحنا سعداء بأنه أنا مستضيفك. يعني أنا بالمناسبة أنا أحد الأصدقاء، صديقنا وحبيبنا أبو مهند، يعني هو نشر منشور وكتب إنه صديقتي الصغيرة ريم صباح وقصيدة وكلام عن النبي أو أنشودة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنا سمعت الصوت منان، يعني قلت لازم أستضيف ريم، لأنه عطول صاحبنا ما بيختار صوت إلا بكون هذا الصوت يعني مميز. سمعت الصوت، صوت ما شاء الله يعني رائع. فسألت قلت لهم يا جماعة هذه البنت إلها قناة على اليوتيوب، إلها شغل، إلها أناشيد بتصور كذا. قالوا لي والله إلها. قلت هيك الكلام بكون تمام، أما إنه صوت زي هيك يكون قاعد بنشد في البيت وخلص لا، ما بنفع. ريم عرفينا على نفسك بطاقة تعريفية، اسمك، عمرك، الهوايات. أنا اسمي ريم صباح، صف سابع، عمري 12 سنة. من هوايات الغناء. الهوايات الغناء الوطني ولا الغناء الديني ولا إيش بالضبط أكتر شغلة بتحبيها؟ يعني إيش أكتر أناشيد؟ وطني ودين. يعني غنيتي لفلسطين؟ غنيتي لفلسطين؟ في البيت. لا في البيت. بغني في البيت. ما سجلتيها؟ طيب غنيتي للأقصى للأسرى مثلا، حتى لو في البيت؟ أنا انت في البدايات بحاول في الدار. انت جديد اكتشفوك يمكن، صح ولا لا؟ عشان هيك. طيب بدنا اياك هيك تشدي حيلك، صوتك حلو مميز كتير. انا بحكي كلام يعني ما بجامل حدا في القصص هذه. صوتك كتير جميل. صوتك هيك حنون، يعني حنون هيك وملائكي بين قوسين. يعني بتذكريني في طفلة هيك على طيور الجنة. أنا كتير بحب أسمع صوتها، ناسي اسمها الصراحة، بس في كتير طفلة بحب أسمع صوتها وأناشيدها. أنت زيها. طيب خلينا نسمع الأنشودة اللي أنا عجبتني وأنت بتنشديها. رح أبدأ، عندي أغنيتين، رح أبدأ في الأولى. تمام. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلت صفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته. محمد نبينا بنوره هدينا، من مكة حبيبي نوره سطع المدينة، من صلى صلاته وتحلى بصفاته، يا بخت اللي في ظله ماشي يشفعله في مماته. يا إمامنا يا أمين، يا سند للمسلمين، يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام، والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدأ أصلي وراه. جميل جدا ما شاء الله، احسنتي. طيب أنا الآن بدي أسمع هيك يا أبو أحمد مقطع من أنشودة ريم. خليكي معنا يا ريم. على رغم الجو الموجوع
بدنا وعي الناس يفوق، بكرة الوضع بيروق، بحلم نظهر يوما ما، بكرة بيخلص هالفيروس، نرجع منسلم منبوس على أرض الوطن المحروس، رح نتلاقى يوما ما، بما إنه الوضع مهزوز، المزح بالكورونا ما بجوز، اللي بيعزل حاله بيفوز، رح أذكركن يوما ما، خليكوا بالبيت عشاننا كلنا. طيب ايش رايك في هذا الفيديو يا ريم؟ حلو. من وين جايبه هالكلمات وايش جاب عملك هالفكره؟ من واحد سوري. من واحد سوري وانت سجلتيه، بس حلو عجبني يعني عجبني التسجيل كلام والفيديو جميل. في انت كان كمان إلك انشوده صراحه مش راضيه تشتغل معنا، مش عارف فيها مشكله، عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي مصطفى. تمام، موجوده على اليوتيوب. موجوده على اليوتيوب هذه. طيب موجودة على اليوتيوب يا ابو احمد مصطفى ريم صباح. طب ايش رايك تسمعينا اياها انت الان؟ اسمعها بصوتك. يلا. انا ارتبكت عشان هذه اول مرة يعني. ليش ترتبكي انت وفي واحد عنده موهبة عظيمة زيك هيك؟ احنا اللي بنرتبك لما نسمع صوتك يا عم. ارتبكت ايوه في اغنية محمد نبينا الحين لقيتها بدي اياكي ابداع وتألق ويعني لا نجم لامع لقيتها ان شاء الله. من عينيا. الله يرضى عنك. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء مش عالم في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، عنا قلبي له فضى شوقا إليه، ليس أريد سوى شربة من يديه، الصلاة عليه والسلام عليه، كان في هديه منهجا وسطا، كانت تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم ثمة في العطاء، سيد الأنبياء مشعل في الوفاء، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى شربة من يديه. يا سلام، ايش رايك في هالصوت يا ابو احمد وابو صهيب؟ يا لايك لايك كبير من هدولاك اللي بتضلك ضاغط على اللايك وبكبر وبعدين بيعمل طق. طيب جميل. انا لما اكون صوت حدا عجبني خلاص ببطل اعرف احكي. طيب يا ريم الله يسعدك يا رب. ريم، مين اللي بيسجل لك ومين اللي بمنتج لك ومين اللي بيلعب في الصوت وبيظبط مين؟ طبعا انا حاسس انه بابا هو اللي بيعمل الشغلات هذه. لا مين؟ طيب ما يكون طبعا ابن عمي هو اللي بيسجل لي وبيعمل لي كل شيء. ابن عمك ايش اسمه؟ محمود صباح. مبدع هو في الشغل هذا، شغله يعني هو مونتاج وتصوير وكذا. جميل. طب في عنده استوديو بصورك فيه ولا بسجل لك فيه ولا بتسجلي في البيت وهو بيشتغل الصوت ولا كيف بالضبط عشان اعرف؟ لا هو عنده كاميرا طب لا، طب لما يصور لك الفيديو بتقعدي وين؟ في مكان ما فيش فيه دوشة وصوت ولا عادي؟ لا بقعد في مكان فيه دوشة. بتخلوا ولا واحد يحكي في الدار عشان تسجله بصوت واضح؟ بتغلبيه وانت بتسجلي وبتعيدي وبقول لك احكي هيك بيساعدك في اللحن؟ جميل. يعني هو عنده مواهب متعددة معناته، مش بس مونتاج وتصوير. وهو كمان علمني مخارج الحروف وتنفس صح عشان هو بيعرف. هو يبدو هو موزع موسيقي؟ لا بدندن. تمام، يعني هو موسيقي.
موسيقي يعني، هو الموزعين يعني هم الموزعين الموسيقيين هم اللي بيقعدوا يعلموا المنشدين مخارج الحروف. طيب خليكي معنا نسمع هذا. اللعب وقته خلص، رن رن يا جرس، هلأ صار وقت الدرس، ولما ترن 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 اللعب وقته خلص. لا 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 لا. طيب ابداعات يا ريم، ابداعات انا يعني اكتشفت كنز امبارح لما لقيت هالابداعات. بعدين تحديات ومش عارف ايه ومين اللي اكل، مين اللي شرب عصير البيض؟ مين؟ أنا. انت اللي شربتيه؟ كيف طعمه زاكي؟ لا طبعا. انا بستغرب كيف اللي بيلعبوا حديد وناس هدول كيف بيشربوا البيض. ايش رايك انت في الموضوع؟ لا يعني بحبوش. وشربتي أكم عصير أكم بيضة؟ طبعا بيضة واحدة يعني. بيضة واحدة هي بس؟ كلها شربتيها كلها؟ لا بس نونة من أول ما دقت طعمه. ضايلة بدك تعملي تحديات وزيك وتشربي بيض؟ لا. ايش في شغلات تانية غير العصير البيض هيك تورطتي وشربتيها في التحديات؟ كمون بس مش مضرة الشغلات هذه ممكن تكون يا ريم؟ لا أنا بحبوش. بدنا ننتبه برضو. تمام جيد يعني في شغلات حلوة هيك بتعمليها. أنا بتمنى لك التوفيق يا ريم صباح. احنا يعني كان مفروض نطول معك أكتر من هيك، بس صار مشكلة إنه ما قدرنا نتواصل معك. تواصلنا ما كان برد الجوال. تفضلي. طبعا أنا سجلت أغنية جديدة. تمام. وإذا بدك بسمعك إياها. احنا بدنا يكون يعني تواصل دائما هيك بيننا في البرنامج ومشاركات، يعني دائما تشاركي معنا. اي وقت بيكون في عندك اي شغلة جديدة جاهزة تواصلي معنا، واحنا بنتواصل في البرنامج وبنسمعها للجمهور الأطفال الأحباب. ما في مشكلة. تمام. عندك حاجة جديدة خلينا نأجلها للأسبوع القادم. إيش رأيك نسمعها هيك تكون جاهزة وتمام والأمور جيدة، وبناخدك كمان حتى اتصال بنكمل في حوارنا بإذن الله تعالى. شكرا كثير. شكرا جزيلا للطفلة صاحبة الصوت الملائكي ريم صباح من مدينة الزهراء. هيك بنكون وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفنان وأغصان. شكرا لكم أصدقائي الصغار على مشاركاتكم الجميلة والرائعة والممتعة. وفي نهاية الحلقة نقول إلا رسول الله عز وجل في أعيننا وفي قلوبنا وعلى رؤوسنا. من حاول أن يمسه أو أن يوجه كلمة مسيئة إليه